الأرقام والحقيقة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن معدات الإصابات الكبيرة يعني أو حتى الوفيات من السكاي دايفنج اللي هي الناس اللي بتركب طيارة وبتنزل بالباراشوت وبتاع بتتراوح ما بين الواحد في الألف للتلاتة في الألف، بينما معدلات فشل الجواز بتتراوح ما بين 56% ل 58% وساعات بيكون أكتر. ده بقى يوصلنا لإيه؟ يوصلنا إن الجواز كمنظومة اجتماعية فيها مخاطر كتيرة جدا ونسبة الفشل فيها عالية جدا، وبالتالي تيجي تقول لي بس في ناس بتموت، الناس بتموت من السكاي دايفنج اللي هو النط بالباراشوت ده، بس الناس ما بتموتش من الجواز. الناس ما بتموتش من الجواز. هقول لك دي حقيقة، بس جوه الجواز، جوه منظومة الجواز ده نفسه، الناس الموجودة جواها وعايشة الفشل ده، في ناس منها بتتمنى انها تموت، بل بالعكس في ناس اوريدي ميتة جوه الموضوع ده، ميتة من جواها، لانهم لا عارفين يعيشوا بسعادة ولا عارفين يكونوا نفسهم ولا عارفين يحققوا ذاتهم جوه المنظومة ديت. فبالتالي لما يجي حد يسألك يقول لك انت عايز تتجوز ليه، لازم يبقى عندك إجابة واضحة مع نفسك، ملهاش علاقة بالمجتمع وملهاش علاقة بالظروف اللي حوالين منك. انت عايز تتجوز ليه؟ لا هو بيقلل منك ولا بيقلل من ذكائك، بل هو عايز يفهم. هو انت الخطوة الكبيرة ديت اللي فيها مخاطر كتير جدا واللي فيها نسبة فشل عالية جدا، انت تاخدها ليه وعشان ايه؟ انا من الحاجات اللي بسمعها بسمع من اجابات من الناس، يجي يقول لي انا عايز اتجوز عشان ما اكونش عايش لوحدي. طب هو انت الجواز هيحقق لك الموضوع ده؟ ما انت ممكن ما تكونش عايش لوحدك. لو رحت جامع، رحت كنيسه، رحت نادي، روح انضم الجمعيه من الجمعيات اللي هم بتوع الريسايكلينج، اللي هم بيلموا الازاز الفاضيه البلاستيك اللي في الشارع او الكنز والكلام ده كله. روح ادخل جمعيه من جمعيات جامعه طوابع. من الاجابات اللطيفه اللي بسمعها يجي يقول لك انا عايز اتجوز علشان يكون عندي حياه جنسيه مستقره واكون مرتاح ومبسوط فيها. يا راجل، انت شايف ان ده هيتحقق لك بالجواز؟ اسأل 90% من الناس اللي حوالين منك اللي متجوزين واذا كانوا عايشين حياة جنسية مستقرة ومبسوطين بيها ولا لا. انا باكد لك اكتر من 90% من الناس دي لا هي مبسوطة ولا هي حاسة بسعادة في حياتها الجنسية. فكر كويس قبل ما تاخد خطوة الجواز، واسأل نفسك بعيد عن اي ضغوط اجتماعية، انت عايز تتجوز ليه او انت عايز تتجوز ليه. انا مش ضد الجواز، بس انا ضد فكرة الجواز لمجرد الجواز، وان الناس ما بتبقاش عارفة الخطوة اللي بعد كده ايه ونوع الحياة اللي هتعيشها بعدها كده ايه هيكون شكلها ايه.